نعد مع بعض عدد المرات اللي وقفتي فيها فجأة كده في حياتك، وبعد كده قلتي هو أنا إيه اللي وصلني لهنا؟ مش بمعنى إن حياتك وحشة، بس بمعنى إن مش دي الحياة اللي انتي كنت متخيلاها. يمكن وانتي عندك 20 سنة for example كنت متخيلة إن في السن ده هتكوني في مكان تاني خالص أو حققتي حاجات تانية خالص. يا مساء الخير، بودكاست لك الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس. دي سيريز جديدة ليها علاقة بالمشاعر، ومشاعر النهاردة اللي هنتكلم عنها هي الإحباط. تعريف الإحباط كشعور هو عبارة عن حالة بتحصل لما تكوني عايزة توصلي لحاجة أو مستنية نتيجة معينة، لكن الواقع اللي انت فيه بيديكي نتيجة أقل من توقعاتك بكتير. يعني ببساطة شديدة الإحباط عبارة عن زي فجوة بين اللي انت متوقعاه يحصل واللي حصل فعلا. زي كده ما تكوني stuck in life، انتي عمالة تشتغلي على حاجة كتير قوي، تتعبي كتير قوي، بتحاولي ان انتي تبقي optimistic towards كل الحاجات اللي انتي بتشتغلي عليها، بس للأسف بتفضل النتيجة واحدة رغم ان انتي بتحاولي في كل السبل. أو يمكن for example انتي بتشتغلي على شغلانة معينة عايزة توصلي لها، بيت معين، relationship معينة. حتى انت كشخص بتبقي كنت متوقعة مثلا ان انت شخصيتك by now تبقى مختلفة تماما، والايام عدت وفجأة لقيتي نفسك في 2026 ماسكة حياتك بايدك كده، بتقارنيها ببلو برينت انت حطاه او رسماه من 10 سنين. ساعتها السؤال بيبقى مش هو انا سعيدة او انا مبسوطة، السؤال بيبقى انا وصلت لهنا ازاي. ولو الإجابة لأ أنا مش مبسوطة وأنا وصلت لهنا إزاي، بنبدأ نحكم على نفسنا إن إحنا فشلنا، إن إحنا اتأخرنا. ممكن ترجعي لحلقة أنا متأخرة لو أنت حاسة إن أنت متأخرة. أنا ضيعت وقت كتير، أنا كان المفروض أبقى في مكان معين. في حاجة في علم النفس اسمها sunk cost، يعني لو حاجة انتي قضيتي فيها وقت، مجهود، دفعت فيها مشاعر، فلوس etc، قضيتي فيها سنين، بنحس ان لازم تكمل في ونكمل فيها وتكمل للآخر حتى لو ما بقتش مناسبة لينا. أفكرك بحاجة كده، كم مرة بدأتي كتاب أو مسلسل أو فيلم معين، وكان رخم جدا وما كانش عاجبك، بس فضلتي مكملة فيه عشان لا أنا قضيت فيه كتير وخلاص فاضله for example نص ساعة أو فاضله كام حلقة، فلازم أكمله للآخر عشان أنا already قضيت فيه وقت كتير. هو ده نفس المنطق بالظبط على سان كوست، بس نطبقه بقى على حياتنا. يعني هو مش بيحصل في فلوس بس ولا بيحصل في شغل بس، لأ بيحصل كمان في الأحلام. يمكن حلمتي من 10 سنين إنك تبقي في مجال معين، قضيتي فيه سنين كتيرة تذاكري وعشانه وتتعبي وحاولتي وضحيتي، فدلوقتي حتى لو انت مش عايزاه بتحسي إنك ما ينفعش تغيريه. احكي لكم قصة كده عني. انا في الاكاديمية بقالي كتير جدا جدا جدا، بس من سنة ونص بس فجأة حسيت ان انا مش مبسوطة خالص. اني بحب نوع معين بس في الاكاديمية، في الريسيرش مش التدريس كتدريس. بعرف ادرس في الجامعة وبعرف اعمل كل الحاجات دي، بس مش حاسة ان ده اللي انا عايزة اكمل فيه. هل مثلا for example بعد كام سنة أو بعد فترة ممكن أرجع له تاني؟ يمكن who knows، محدش عارف أي حاجة. بس حتة الفكرة هنا بنتكلم فيه إن انتي ليه تحسي إن انتي stuck في حاجة عشان بس قضيتي فيها وقت، قضيتي فيها عمر، قضيتي فيها مجهود etc، ومش هينفع تغيري الحاجة دي أبدا مهما حاولتي، أو انتي أصلا ما بتحاوليش. عارفة ليه؟ عشان انتي مش عايزة تحسي ان السنين دي راحت in vain، هدر كده، فتفضلي ماسكة في حلم مات وبيموتك معاه على فكرة، وعشان بس تثبتي ان السنين اللي فاتت كان ليها معنى. بس خليني اقولك على فكرة، الوقت اللي قضيتيه في طريق معين مش مناسب ليكي او كان ساعتها مناسب بس دلوقتي مش مناسب، مش معناه ان الطريق ده لازم يفضل مناسب للأبد. دايما بقول ان you cannot judge yourself بinputs عندك دلوقتي. يعني you cannot judge your past self، ما ينفعش تحكمي على نسخة فاتت منك بinputs، بمدخلات عندك دلوقتي، بظروف عندك دلوقتي، بمعلومات ما كانتش عندك ساعتها، بشخصية مختلفة أصلا ساعتها. يعني انت دلوقتي عرفتي نفسك بطريقة أحسن، عندك بيانات أو inputs مختلفة تماما، عرفتي ناس أكتر، عرفتي الدنيا أكتر، وعرفتي إن حاجات كنت فاكرة إنها تسعدك ممكن أصلا ما كنتيش عاوزاها. فليه بنحاسب نسخة قديمة من نفسنا كأنها كانت عارفة المستقبل؟ البنت اللي كانت عندها 20 سنة ما كانتش تعرف إن انت هتبقي انت دلوقتي في 2026.
فنرجع تاني ونقول ليه بنحس ان احنا خزنا نسخة قديمة. يمكن اصعب حاجة مش ان الحلم القديم مات، اصعب حاجة هي انك you let down your old self، ان انت خيبتي نسخة قديمة منك. فتفتكري البنت اللي كانت عندها احلام كبيرة، كانت بتقول انا لما اكبر هعمل كذا، انا عمري ما هقبل بكذا، انا هبقى كذا، وبعدين تكبري تكتشفي ان الحياة حصل فيها حاجات كتيرة قوي ما كنتيش عامله لها حساب. اختيارات اتغيرت، اشخاص دخلوا وخرجوا، فرص راحت، فرص تانية ظهرت، اولويات اتبدلت، واحيانا انت نفسك اتغيرتي، ومع ذلك لسه جواكي صوت بيقول بس احنا كنا متفقين ان حياتنا هتبقى بالشكل ده. بس مين قال إن الاتفاق ده كان عقد؟ يعني مين قال إن لازم تفضلي وفية لنسخة منك لمجرد إنها كانت متأكدة من حاجات معينة؟ يمكن اللي محتاجينه عشان يتغير مش حياتك، يمكن اللي محتاجة تغيريه هو تعريفك إيه عن النجاح. تعريفك هيبقى عامل ازاي؟ ايه اللي لو حصل هتحسي ان انتي احسن، وايه اللي لو حصل هتحسي ان نجحتي او عملتي step forward. لانك لو فضلتي على نفس اللي انتي فيه ده، في نوع او تعب هيظهر، نوع مختلف تماما محدش بيتكلم عنه قوي، ان هو انك بتمثلي دور مش دورك، دور مش شبهك، تفضلي في شغلانه لان المفروض دي الخطوه الصح، تكملي في ريليشن شيب لان احنا بقالنا كتير، تعيشي لايف ستايل معين لان ده الشكل النجاح اللي اتعلمتيه، تجري ورا مايلستونز معينة زي مثلا جواز، ترقية، بيت، سفر، فلوس، شكل، مكان، I don't know whatever انت بتجري ورا ايه، وتستني الإحساس اللي وعدوكي بيه لما أوصل هناك هرتاح، لما أتجوز هبقى مبسوطة أكتر، لما أخلف هبقى عملت اللي عليا. بس توصلي وتلاقي إن مفيش راحة، فتقولي يمكن محتاجة أوصل أكتر، فتجري أكتر، فتقارني أكتر، فتحاولي تباني أكتر، او تحاولي تبيني ان دي اللي انت كنت عايزاه. وهنا تحصل مشكلة. انت مش بس بتعيشي حياتك، انت بتحاولي تثبتي ان حياتك هي الحياة اللي مفروض تكوني عايشاها، وده بجد مرهق جدا جدا جدا، خصوصا مع السوشيال ميديا، لانك مش بس بتعيشي واقع مش الواقع بتاعك، انت كمان بتقارني الواقع ده بواقع ناس كتير جدا. فالفجوة بين حياتك الحقيقية وحياتك اللي انت بتحاولي تبينيها، دايما كنت بقول، حتى لو لاحظتوا في الابيسودز القديمة هتلاقوا ان انا بقول السوشيال ميديا عملت حاجة غريبة جدا، خلتنا ان نشوف النتيجة من غير ما نشوف الرحلة. شوفي مثلا واحدة سافرت، واحدة اتجوزت، واحدة فتحت بيزنس، واحدة اشترت بيت، لكن ما شفتيش مثلا ان هي ضحت بالكوربريت لايف بتاعتها عشان تفتح البيزنس ده، ما شفتيش مثلا ان هي تنازلت عن حاجات كتير عشان تتجوز الشخص ده، او الصراعات اللي عملوها، او الفاميليز كانوا مع بعض حصل مع بعض ايه. واحدة اشترت بيت بس ما شفتيش فور اكزامبل هي قعدت تشتغل كام ساعة عشان تعرف توفر الفلوس دي. واحدة مثلا كانت عايزة تغير من شكلها، فانتي ما شفتيش كم المجهود اللي هي عملته والدايت اللي هي حطت نفسها فيه عشان توصل لكده. فواحدة بدأت من الصفر ووصلت، فبتبصي على حياتك وتقولي كل الناس دي بتتقدم الا انا. حتى انا قريب سمعت واحدة بتقول كل الناس يعني واحدة فاشلة ما عندهاش، ما لو قارن يعني ممكن تقارن نفسها بيها، هي ما عندهاش نفس الانبوتس اللي عندها، ما عندهاش نفس المهارات، ما عندهاش نفس السكيلز، ما عندهاش نفس اللغة etc. بس واصلة لبوزيشن معين هي لسه مش عارفة توصل له. فالحقيقة ان انت بتقارني الكواليس بتاعتك بتريلر كده بتاع ناس تانيين، ومشاكل مختلفة تماما، وانفايرمنت مختلف تماما، وحاجات حصلت في حياتهم انت ما تعرفيش عنها حاجة. فده يخلينا نرجع لنفس البوينت تاني، ونقول الإحباط اللي عندك ده سببه مقارنات، ولا سببه حياة انت كنتي رسمها لنفسك ومش واخدة بالك ان انت ما بقيتيش نفس الشخص، ولا ان انت خايفة، فالخوف ده مخليكي ستك في المكان اللي انت فيه، فخايفة تبدأي حاجة عارفة ان هي تاخد منك مجهود ووقت، وممكن ناس كتير جدا ما يصدقوش فيكي. انت حاسة بالإحباط ده بسبب ايه بالظبط؟ فأول ما تحطي ايدك على المشكلة أو سبب الإحساس ده، هنبدأ إن احنا نفكك الإحساس ده ونعرف احنا هنتعامل معاه ازاي.
يعني لو اكتشفتي ان الشغلانة دي مش شبهك، دي معلومة. لو اكتشفتي ان العلاقة دي مش صح، دي معلومة. لو اكتشفتي ان الحلم اللي كان نفسك فيه من 10 سنين ما بقاش هو الحلم بتاعك، دي معلومة تانية. فانت على فكرة هنا مش هتبدأي من الصفر، بالعكس انت هتبدأي من اوريدي خبرة عندك. الشجاعة انك تقبلي اللي موجود بقى، وده يمكن أصعب جزء، إنك تبصي على حياتك دلوقتي من غير ما تقولي لما أصلح دي هبدأ أعيش، لما أتجوز هرتاح، لما أخس هحب نفسي، لما أغير شغلي هبقى سعيدة، لما أوصل لمكان فلاني هبدأ حياتي. أكن حياتك دي waiting room. فإحنا محتاجين، عشان نلخص الموضوع ومرغيش أكتر من كده، إحنا محتاجين نحط إيدينا على سبب الإحباط، نحط إيدينا على إيه اللي لو عملناه هيقلل من الإحباط ده. لو وصلت لحد هنا فشكرا جدا جدا في ان انتي تابعتيني. تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي توبكس عايزانا نتكلم فيها بليز حطيها في الكومنتس. شكرا ان انتي كنت معايا في بودكاست لكي الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس.